السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم فطائر كيجو رائعين. غادي ندوز معكم مباشرة المكونات. عندي 500 غرام ديال الدقيق نوعية جيدة، دقيق أبيض. غادي نضيف الملح على حسب الذوق، معلقة كبيرة ديال السكر حبيبات، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة فورية. غادي نضيف نصف كأس ديال زيت المائدة عبار بكأس العنبة، وغادي نضيف ابيض ديال البيضه، وغادي نحتفظ بالاصفر ديالها للدهن. بالنسبه باش غادي نجمع العجين، غادي نجمعها بالحليب. عندي تقريبا شي 2 كيسان لاروب، وكيبقى الحليب على حسب النوعيه ديال الدقيق. بعد ما عجنت العجين دخلت فيها معلقه ديال الزبده. لاحظوا القوام ديال العجين. هنا غادي نغطي عليها ونخليها حتى تختمر، ضاعف الحجم ديالها. غادي ندوز نشحر شويه ديال البصله اللي قطعتها رقيقه مع الزيت. ضفت اللحم المفروم، شويه ديال الملح والابزار على حسب الذوق، الفلفله حمراء باش تعطينا اللون. صافي غادي نشحر اللحم المفروم او الكفته اللي عندي. هنا راه عندي دنجال اللي مقطع دواور، دهنته في الزيت ودخلته للفرن حتى تشوى. هنا عندي الفلافل مشويه مقطعه رقيقه، والفرماج حمر، ممكن تعوضوه باي فرماج كيعجبكم. بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين غادي ندوز نطلقها فوق سطح العمل. غادي نستعمل بشويه ديال الدقيق ونطلقها بالدلاك عادي، بحال الا غنطلق الميني بطبوط او ميني بيتزا، والحجم كيبقى لكم الاختيار. غادي نقطع انا بهاد المول او بهاد الطابع. غادي نستمر بهاد الكيفيه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. غادي نحيد هاد الزوائد، غادي نحتفظ بها في بلاستيك حتى هي غادي نستعملها ايضا. وغادي نبسط شويه باش نزيد في الحجم ديال الفطيره. وهنا غادي نوضع الخضر فوق منها اللحم المفروم، وغادي نضيف الفرماج وصافي. وغادي نلفهم على شكل شوصون. بالنسبه للشكل كيبقى لكم ايضا الاختيار. كنضغط هكا باش ما تخرجش ليا الحشوه، وغادي نضغط ايضا بهذا الفرشيط كتعطيهم واحد الشكل زوين. غادي نستمر بنفس الكيفيه حتى نسالي الكميه اللي عندي كامله. راه كيجو رائعين، جربوهم غيولوا عندكم معتمدين. صافي غادي نستمر على هاد الكيفيه. وهنا بعد ما ساليت غطيت عليهم حتى تضاعف الحجم ديالهم اختمروا. غادي نجيب اصفر بيضه اللي غادي نضيف عليه قطرات من الحليب، وغادي ندهن الوجه ديال الفطائر. صافي وكندخلهم الفرن. غادي نشعل عليهم من الاسفل حتى كيتحمروا، ومن بعد غادي نشعل عليهم على الوجه باش يتحمروا ايضا. هذا هو الشكل بعد ما طابوا لي الفطائر. كيجيو رائعين. لاحظوا الشكل ديالهم كيشهيو كيحماقوا عليهم الوليدات، وبالخصوص الكوتي او الخرجات بحال هكا في هاد الوقيته ديال الصيف. وهذا هو الشكل ديالهم النهائي بعد ما زينتهم بشويه ديال الفرماج في الوجه ديالهم. غادي نحل معكم وحيده، وما تنسونيش من الاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتشجيعاتكم اللي كتحفزني. دمتم في رعايه الله، والى فيديو قادم ان شاء الله.